قدم مباراة المستوى ديالها طيب. سنتابع روبورتاج من إنجاز سميرة باسو. مع الوهلة الأولى بكر النسور بالتهديد علهم يطردون نحس الأصفار، لكن الحظ أدار ظهره في أولى الفرص. تلتها محاولة أخرى للمارد هشام أبو شروان، ولغة الأصفار استأسدت رغم المحاولة المتكررة، ليسدل الشوط الأول ستاره على إيقاع البياض. وعلى نقيض بداية المباراة تحركت الآلة الهجومية للفتح مع صافرة الحكم في الشوط الثاني، تحرك كاد يدرك به الفتحيون المراد، لكن الحكم يرى صدر الفرحة بداعي الخطأ. ضغط الفتحيين استمر، وهنا تسديدة مركزة انبرى لها الحارس ياسين الحظ بنجاح. لاسين كوني أراد إخراج الرجاء من الرتبة، والحارس عسام بدة أجهد المحاولة. أبرز فرص المباراة أضاعها برعون جمال تركي بعدما تلقى تمرير على المقاس من الشطبي، لتتحكم لغة البياض في مسار 90 دقيقة. كما ماشي المباراه فريق فتح الرباطي يعني غالب الاوقات كان يعني مركز في خط الدفاع ديالو، الشيء اللي يعني خلق لنا متاعب، اتاحوا لنا فرص ما ترجمناهمش الاهداف. وصراحه يعني نتيجه التعادل بالنسبه لنا حنا يعني مخيبه الامل. هو النقطه الفريق فتح الرباطي يعني راه بالنسبه لي راه انتصار. On pensait beaucoup au match de Zanago que le match de Raja. Il faut le dire parce que c'est un tournant incroyable pour tout. Je peux pas dire pour le fils, pour le Maroc, pour tout le peuple marocain parce que c'est important pour nous. Et aujourd'hui, il faut dire on a pris un match nul, c'est tant mieux vu on a fait que 2 séances dans la semaine et je crois que c'est un bon point à prendre là, vu une équipe de Raja, vraiment une bonne équipe de Raja. ويستمر إهدار النقاط ونزيف منتوج الرجاء حتى إشعار آخر. عادل أكيد